بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية لو مش مشترك في القناة فأكيد هيسعدني انضمامك واشتراكك لينا، وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملكي نادي الزمالك. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من عندي موضوع كده نبدأ بيه الحلقة ونسمي بيه بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع يعوض نادي الزمالك عن المباراة اللي تعادل فيها الأخيرة أمام المقاولون العرب اليوم بإذن الله في افتتاحية الجولة الثالثة من في اليوم الافتتاحي للجولة الثالثة من دوري النايل الدوري المصري الممتاز. النادي المصري البورسعيدي هيلاقي نادي بيراميدز، وخلينا اقول لك مصلحه الزمالك في هذه المباراه ان الفريقين يتعادلوا او حتى المصري يتعادل. واحد يقول لي طب ليه المصري يتعادل او ليه المصري يكسب عفوا، والمصري اصلا هو اللي كان بينافسك على المركز الاول. اقول لك مكسب النادي المصري البورسعيدي مقدور عليه، اما مكسب بيراميدز مش مقدور عليه. واحد يقول لي ازاي مقدور عليه؟ اقول لك النادي المصري البورسعيدي من السهل انه يتعثر مع اي فريق، من السهل انه يتعادل مع الاتحاد السكندري، يتعادل مع الاهلي، يتعادل مع بيراميدز، يتعادل مع الزمالك، او يخسر حتى من الفرق دي. لكن بيراميدز هو اللي من الصعب انه يخسر او حتى يتعادل مع الفرق دي. سواء بيراميدز عندها سكواد قوي، لاعيبه على اعلى مستوى، جهاز فني على اعلى مستوى، وكل حاجه متوفره لهم. فانت مفيش حاجه تؤدي الى ان بيراميدز يعني يخسر المباراه. فخساره بيراميدز اليوم او حتى تعادل الفريقين هو مصلحه الزمالك. خلينا نروح بيك للموضوع الرائج حاليا في الكره المصريه، لو هو سحب ارض اكتوبر من نادي الزمالك. واقول لك المتسبب في سحب ارض اكتوبر من نادي الزمالك، ومش عايز اقول لفظ خارج، هو مرتضى منصور. مرتضى منصور هو اللي قدم شكوى ضد نادي الزمالك في سحب الاراضي. هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك كان ليه تصريحات بالامس اعلن وبرر فيها يعني سحب الاراضي وامكانيه استرجاع الاراضي. نادي الزمالك كان متعاقد مع احد الشركات لانشاء 24 ملعب كره قدم. المسؤولين في وزارة الإسكان طالبوا القائمين على العمل بإنشاء هذه الملاعب الخروج من الموقع العمل، وده بالرغم من حصول نادي الزمالك على الترخيص القديم لهذه الأراضي. ولكن خلينا اقول لك المفاجاه ان الاراضي او معظم الاراضي في اكتوبر لازم الترخيص بتاعها يبقى اول باول. وزاره الاسكان كانت معطيه مهله لنادي الزمالك او مدين مهله لنادي الزمالك يعني سنه كامله عشان يجيبوا الترخيص القديم او يجيبوا عفوا الترخيص الجديد. ولكن نادي الزمالك كان مترخي في الموضوع وشاف ان الموضوع يعني مش مهم للدرجه الكامله، ولكن لا، الموضوع مهم للدرجه الكامله. انت دلوقتي ديك بقيت في موقف محرج، موقف يعني لا تحسد عليه، موقف لا تحسد عليه. وده بسببك انت، بسبب انك اداره مهمله، بسبب انك اداره مش بتفكر في ايه اللي هيجي لك بكره، مش بتفكر في ايه اللي هيحدث بكره. لا، المفروض انت تفكر في بكره قبل النهارده، لان انت النهارده شغال عليه، بكره انت معرفش ايه اللي هيجي لك. فانت لازم يعني تعرف بكره هتجي لك مصيبه، هتجي لك حاجه وحشه، حاجه شينه، حاجه زينه. فانت لازم تعرف او تشتغل على المستقبل بتاعك. فاداره الزمالك الفاشله حاليا تواصلت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإمكانية استرجاع الأراضي مجددا، ولكن الراجل خارج مصر حاليا، والراجل أبلغ المسؤولين في نادي الزمالك إنه حال عودته لمصر في أقرب وقت هيتكلم مع وزير الإسكان في إمكانية استرجاع الأراضي لنادي الزمالك، ولكن مع دفع المبالغ المطلوبة للحصول على الرخصة الجديدة لهذه الأراضي. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبه لي مفاجاه الزمالك لاحمد عبد القادر. كلنا عارفين موضوع احمد عبد القادر ونادي الزمالك. خلينا اقول لك ان نادي الزمالك على علم تام بان عقد اللاعب هينتهي مع نهايه الموسم الجاري مع النادي الاهلي، وكمان نادي الزمالك على علم بان اللاعب او الاهلي مستحيل يسيب اللاعب للزمالك، ومستحيل الزمالك يقدم عرض مباشر كده للاهلي. فالمسؤولين في نادي الزمالك قبلوا احمد عبد القادر بشكل نهائي ان التعاقد هيكون تعاقد حر. انت هينتهي عقدك في يناير، تيجي توقع لنا في نهايه الموسم، تيجي عندنا تتدرب بشكل عادي وتنزل المباريات حال اتمام الصفقه. فده بالنسبه لاحمد عبد القادر ومفاجاته مع نادي الزمالك. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبه لرحيل نجم الزمالك. تواجد في الساعات او الايام القليله الماضيه عمر فرج اللاعب الفلسطيني لاعب نادي الزمالك في مصر خلال الايام الماضيه من اجل بحث وامكانيه مستقبله مع نادي الزمالك وحسم مستقبله. ومن المنتظر عقد جلسه مع المدير الرياضي جون ادوارد
للبحث فيها عن مستقبل ومصير اللاعب مع نادي الزمالك. وخليني اقول لك ان اللاعب عاوز يرحل في يناير عن نادي الزمالك. اللاعب مقدم له 6 عروض من الدوري السويسري، من الدوري السويدي عفوا، 6 عروض. فاللاعب يعني عاوز يرجع مرة أخرى لبوابة الدوري السويدي. مفاجأة مدوية والزمالك الفيفا يعلنها الزمالك في مونديال الأندية. خليني أقول لك إن الصحيفة البريطانية الشهيرة جارديات، الصحيفة دي أكبر الصحف البريطانية، كشفت إن الفيفا تدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين مش كل 4 سنوات بدءا من 2029، وهيتم توسيع البطولة لتستضيف 48 فريق بدلا من 32 فريق يعني بشكل موسع. وهيتم اختيار من 6 إلى 8 فرق من قارة أفريقيا، منهم هيكون بطل الكونفدرالية الأفريقية وبطل دوري الأبطال. فالزمالك عنده فرصة من كل النواحي، سواء أنت لو استمرت للبطولة وربنا يبعدها عنا الكونفدرالية، أو حتى تأهلت لدوري الأبطال في أحد السنوات ومركزك جاب من السادس للأول، لأن الترتيب بتاعك الإفريقي جاب من السادس للأول، فأنت كده ضمنت المشاركة في مونديال الأندية. فكل التوفيق للملكي فيما هو قادم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.